هلا والله بالشباب زورتيني اليوم الجميل كالعادة، بس لازم نقفل الباب قفلة كويسة قبل ما تنزل، وناخد كيس الزبالة وننزل ونرميه في سلة المخلفات كالعادة. عايز اقول لكم يا جماعة ان الجيران عندي كمية هدوء ما تتوصفش حرفيا، كل واحد قاعد في حاله، لا بتسمع صوت فوق وحتى وانا نازل، يعني حتى الصوت بتاعي بيكون هادي جدا. شوفوا ده جاري يحب الفيل فيل على هيئة بشر. كالعادة دلوقتي الساعة 7 بالليل، المفروض ان بالليل عايز اقول لكم ان احنا دلوقتي في التوقيت الصيفي، بتلاقي الشمس بتطول شوية لحد ما تمشي، يعني تقدر تقول الساعة 8 ونص او الساعة 9 بالظبط تبدأ الجو يليل، وكالعادة من الساعة 6 الصبح تبدأ الشمس تطلع تاني. يعني الصيف هنا النهار طويل جدا، وفي الشتاء النهار قصير. يا جماعة عايز اقول لكم ان انا اتأقلمت قوي بالجو بتاعهم ده الصراحة. حبيت الهدوء بتاعهم، شعب عملي يعشق حاجة اسمها شغل، والاحلى كمان بقى فيهم ان محدش بيبص على حد من ناحية الحقد، او تقدر تقول كمان ان يركز مع الشخص التاني، ده اشترى ده ما اشتراش، ده سافر، وده بقى يتكلموا على بعض. فانا ديت من الحاجات الايجابيه اللي بحبها جدا في الشعب الالماني وهدوءهم. شوف بجد يعني مفيش احسن من كده، تبقى ماشي ما بتسمعش غير اصوات العصافير. وحتى النهارده لحد عايز اقول لكم ان يوم برضو بيكون كئيب شويه، كل المحلات بتكون قافله زي ما قلت لكم قبل كده. شوفوا ده شجر الكرز، شجر نوعيه ياباني بدأ يقع على الارض اهو. الحلو في الموضوع انه بينضفوا لما ورق الشجر كله هيستنوا وبعدين ينضفوه كله. فكان بيعمل مناظر هنا جميله جدا، وصورناها في العيد في الفيديو بتاع صلاة العيد، كان منظر خرافي، روحوا شوفوه هتستمتعوا جدا الصراحة من المناظر الطبيعية اللي شفناها. وعلى فكرة عايز اقول لكم ان في المناطق الغنية ديت اللي بتحسها ان هي غنية الريفية، لما تمشي فيها واذا شافوك السكان ان انت شخص غريب واقف في مكان مثلا هنا او هنا، فتلاقوهم مثلا انه جايين لك بيقول لك بقدر اساعدك في حاجة، عشان خاطر هو بيكون عنده كده نبذة انه يخافوا مثلا، هتقدر تقول اذا شخص غريب في المنطقه فحركاته غريبه يجي يسالوك. اذا مثلا خلينا انت معايا يجيب لك الشرطه على طول، انما لو حس انك بتعمل حاجه غريبه فيجيبوا لك برضه الشرطه. انا من ساعه ما نقلت في المنطقه ديت عايز اقول لكم ان الشجر ده ولا مره طلع لبره، ما بيخلوش يطول خالص عشان ما يقفلش الطريق هنا، دايما يقصوه يخلوه بالمناظر ديت. اهتمام بالتفاصيل ده حاجه جميله جدا، وغير ان صاحب البيت ده ملزوم ان هو يعمل كده عشان خاطر ما يضايقش الناس وهي ماشيه، لو ضايقها ممكن تعرض لشويه مشاكل وحاجه زي كده. عايز اقول لكم يا جماعه ان انا الصراحه بحب المانيا جدا، ليها كذا حاجه خلتني احبها. اول حاجه هو التعليم، انا درست هنا في المانيا وخلصت التعليم بتاعي، فالصراحه لما كنت اروح المدارس كان في نماذج كويسه جدا بتتقدم لينا، والتعليم بتاعهم كان المناهج بتاعته خفيفه كده وسهله. وعايز اقول لكم كمان ان انت بتدرس في المدرسه زي مثلا عندك امتحان او او حاجه زي كده، فبيعرفوك ايه اللي هيجي في الامتحان ولازم تدرسه قبل ما تدخل الامتحان علشان خاطر تكون مركز وكل حاجه، فمسهلين علينا موضوع التعليم ده هنا جدا. واحلى حاجه بقى ان كان بيجي لنا مثلا سعر التذكره هنا في المانيا بالقطر زي رايح مدينه بيكون غالي جدا، فكانوا بيعملوا لنا تذكره شهريه تاخدنا مثلا في نورد راين فيستفالن الولايه ديت، كان حقها حوالي 9 يورو، كانت المدرسه تدفع نسبه كبيره. فدلوقتي عملوا لنا الدوتشلاند تيكت واللي بنقدر من خلاله نلف كل انحاء المانيا، سعره 58 يورو ده لو انت غير طالب، انما لو انت طالب فالمدرسه بتساعدك وممكن تدفع منه 9 يورو او 12 يورو. وعايز اقول لكم كمان ان لما بسافر اي بلد تانية ما بعرفش اتاقلم فيها، باخد وقت لحد ما اقدر اتاقلم، بس للاسف هنا المانيا اتاقلمت فيها بسرعه، فحسيت ان ده الوطن بتاعي، حسيت ان ده بيتي. تعلمت لغتهم، خلاص تعلمت ثقافتهم، ولكن لسه على ديني وعلى مبدأي اكيد يعني. فعايز اقول لكم ان الناس هنا لطيفه جدا، في ممكن تقابلوا عنصريه مع بعض الاشخاص، ولكن عايز اقول لكم ان هم اهل كرم جدا، والشخص الحلو بيطلع الحاجه الحلوه اللي هو موجوده عنده. عايز اقول لك ان العنصريه ديت غريزه كده موجوده في معظم البشر، بتتولد معاهم، اول ما بيتولدوا لما بيكبروا بقى بتفضل تتطور عندهم. فالبلد هنا مش عنصريه زي ما بنسمع عنها، في نسبة كبيرة جدا ممكن تقابلها مثلا في المدن اللي هي الشرقية اللي حصلت فيها الحرب، مثلا زي لابسج مثلا ممكن تلاقي نسبة كبيرة جدا من العنصرية هناك. ميونخ نسبة بسيطة برضو من العنصرية. ولكن ولاية النورد راين فيستفال اللي انا موجود فيها حبيتها جدا لان نسبة العنصرية فيها قليلة جدا. وعايز اقول لكم الانطباع الالماني ده برضو
في نفس الوقت حلو. المانيا لسه خارجه من حرب عالميه تانية برضو، للاسف بيحصل فيها بعض المشاكل من الاجانب هنا، فبدا الالمان هنا يجمعوا على كل ان احنا مثلا بنعمل مشاكل، وفي بعض منهم بيفرق، بيعرف مين الحلو ومين الوحش، ولكن للاسف في نسبه منهم بقى ما بتفرقش. اذا واحد اجنبي عمل حاجه وحشه يبقى خلاص كل الاجانب وحشين. ولكن الصراحه انا مش بطبل لهم زي ما بنقول كده، ولكن هو شعب جميل جدا وراقي ومثقف. برضه من اكتر الحاجات اللي حبيتها هنا ومخليني اتمسك بالبلد هو ان موضوع الرشوه مش موجود. اذا انت مثلا نجحت في دراستك ووصلت للمجال اللي انت حابه، خلاص اول ما تتخرج من الجامعه بتاعتك هتخرج تشتغل على طول في المجال ده. حتى لو انت خلصت الايس بيلدونج هتلاقي شركات كتير تيجي تقول لك تعالى اشتغل عندنا، وبيعرضوا عليك انك تيجي تشتغل عندهم. والحلو كمان ان معظم الجامعات بتكون متفقه مع كذا شركه. يعني مثلا الشركه ديت لو انت اول ما تتخرج على طول الشركه بتعرض عليك ان انت تيجي تشتغل عندهم تلقائي، مش اول ما تتخرج بقى ايه للاسف رحت مكان واسطه او عايز تدفع رشوه عشان تشتغل. الحاجات ديت يعني مش موجوده، كل واحد هنا بياخد حقه. شوفوا ده نادي خماسي، عايز اقول لكم ان الانديه هنا بتكون ببلاش، تخش تلعب زي ما انت عايز، يركنوا العجل بتاعهم هنا ويدخلوا يلعبوا، والارضيه بتاعتك كمان ما بتكونش ناشفه، بتلعب عليه سله وتقدر تلعب عليه كره قدم عادي. كل ده متوفر ليك اذا انت بتدفع ضرايب، ولو انت بتدفعش ضرايب برضه بتقدر تخش تلعب زي ما انت عايز. عربيات الكهرباء هنا بدات تكتر بشكل كبير جدا، فهنا عاملين جهاز تقدر تشحن العربيه بتاعتك. لو انت عربيتك الكهربائيه بتاخد الفيشه بتاعت العربيه هنا وتقدر تشحنها زي ما انت عايز، وتكون تكلفه كمان رخيصه، بتحاسب بالفيزا او بالباي بال او بالحاجه زي كده بالماستر كارد. فالصراحه جميله جدا. سلام على المنظر الجميل. دي سكه القطر، سكه الحديديه مع الشمس والطبيعه الجميله ديت، عامله مناظر حلوه قوي. واحلى حاجه كمان بقى ان الصيف بدا يجي، احنا دلوقتي في الربيع. اوراق الشجر لما تبدا تطلع عكس لما يكون مفيش ورق شجر، ده بيسبب لك شويه اكتئاب الصراحه، يكون الجو مغيم والشمس مش طالعه، بتقعد في البيت، وحتى لما تيجي تخرج نفسك ما بتبقاش حلوه. انما لما يكون الشمس طالعه كده يا معلم تديك فيتامين د يا حبيبي، بتخليك ايه كانك واكل فسيخ، تخرج وتستمتع احلى استمتاع في الشوارع هنا. شايفين ما شاء الله الجبال اللي هناك ديت والبيوت. احنا بعتقد مشينا 1 كيلو لحد ما طلعنا عشان نشوف المناظر الجميله ديت. اغرب حاجه بقى ممكن تشوفها هنا في المانيا، وانك كنت ماشي ممكن تلاقي حاجات غريبه جدا. دي مرايه اهي بتنور ولكن شويه مش نظيفه، شوفوا، ولكن السلك بتاعها مقطوع يعني معدومه العافيه. ممكن بقى تاخدها انت وتصلحها عادي، مفيش اي مشكله. في البعض من الالمان على فكره بيرموا حاجات كتير جدا جديده وفي نفس الوقت مستعمله، وبتكون اسعارها غاليه، وفي نفس الوقت في حاجات اسعارها رمزيه، وما يكونوا مش مستفيدين الحاجه ديت بيرموها ويقولوا ايه خدها يمكن انت تستفاد منها. ودي مش حاجه جديده عليهم، ده حاجات بيعملوها من زمان جدا. شوفوا حتى ده كان عفش، هنا مثلا تلاقي كراسي، دولاب، حاجات قديمه، حاجات هنا زي مثلا بخاخ جوانتي اصحاب البيت لهم رامينهم. فانت ممكن تلاقي حاجات مثلا مرميه جديده تاخدها، ولما تيجي انت تاخد الحاجات التانيه تلاقي اللي قبلها اتاخدت، فتلاقي حاجات قديمه مرميه كده. الجو النهارده جميل جدا. عايز اقول لكم احسن حاجه في المانيا هو الصيف، حرفيا بلا منازع. الشتاء بقى ما تقضوش هنا في المانيا، بيكون عندك 30 يوم اجازه في السنه. اي واحد يشتغل هنا بيحق له ان في السنه يكون عنده 25 يوم اجازه او 30 يوم اجازه على حسب هو اشتغل كام يوم في الشركه. تقدر تاخد ال 30 يوم دول في الشتاء بقى وتخرج بره المانيا تروح اي دوله فيها صيف، لان الشتاء هنا يديها مطر 24 ساعه. شوفوا كل كام متر امشي الاقي حاجات غريبه، سجاد مرمي اهو، سجادتين ولا 3 سجاجيد ومرتبه، وده الشفاط بتاع المطبخ يسحب البخار ولا الدخان، وده هنا الرفوف بتاعه المطبخ. الواحد ممكن يا جماعه يجهز بيته في خلال شهر لو لف على جميع انحاء المانيا كده واخد شقه جديده، فهو كفيل ان ايه بقى يملاها بلاش. عايز اقول لكم ان المكان ده غني جدا الصراحه. شوفوا عامل ازاي كميه الهدوء اللي موجوده فيه، ده ارقى بقى من المكان اللي انا عايش فيه مليار مره. حتى عدد البيوت هنا تتعد، يعني انت ممكن انت ماشي كده تعد البيوت ممكن كلهم على بعضهم يطلعوا 100 بيت في المنطقه اللي انا عايش فيها، لانها منطقه ريفيه والارياف دايما بتكون البيوت فيها مش كتير. تعرفوا ان المانيا لحد دلوقتي لسه بيستخدموا صناديق البريد ديت؟ بيتعاملوا هنا بالبوستات بالجوابات. يعني مثلا المؤسسات الحكوميه او المدرسه او اي حاجه هتتعامل معاها مجبور انك تدوم العنوان، عشان في يوم من الايام لما يحتاجوك بيتواصلوا معاك عن طريق الايميل او طريق الجوابات اللي هو البريد اللي انا وريته لكم ده، لانها طريقه امنه وفي نفس الوقت
يعني بيكونوا متاكدين ان الجواب ده هيوصل لك طالما انت اديتهم العنوان والاسم صح، يبقى 100% هيوصل لك، ودي طريقه امنه. شوفوا ديت مقبره يا جماعه، المقبره قدام البيوت على طول، بيوت سكنيه قدامها مقبره على طول. شوفوا كميه النظافه. تعالوا نخش نشوفها ديت عامله ازاي. انا على فكره كنت عايش في مكان اصلا لما كنت اروح البيت بتاعي كان جنب المقبره، فكان اجباري اعدي من المقبره لان كانوا عاملين طريق زي ما انتم شايفين كده، كان الطريق ده من خلاله يودينا على البيت بتاعي، فيوميا كنت امشي من هنا. كمان شوفوا شكل المقابر بتكون عامله ازاي عندهم، بيهتموا جدا بكل تفصيله اذا كان بالورد والشموع والاسماء. فبجد يا جماعه مقبرتهم هنا جميله. حتى الناس اللي ساكنه هنا مش محتاجين ان يخافوا. للاسف احنا عندنا تلاقي المقابر معموله على بيوت كده وضلمه وتمشي فيها تحس انك هتتلبس. هنا الصراحه شوفوا قمه الروقان. هنا اطفال للاسف متوفيه، شوفوا قد ايه مهتمين بالورود. واو، حتى ريحه الورد هنا طلع ريحه جميله جدا. عارفين احيانا في ناس بتيجي هنا تقعد على البانك ده اللي هو الكرسي ده، شوفوا الفيو عامل ازاي. اوكي، يجوا يقعدوا ويشربوا قهوه الصبح او في الليل. يجوا حد من صحابه مثلا هنا يا صاحبي ويشربوا قهوه ويقعدوا بقى يفضفضوا لبعض قصص حياتهم يعني في وسط المقبره ديت، يعني بعيد عن البشر ولكن يجوا يقعدوا يتسلوا مع الموتى. الصراحه يعني حاجه غريبه جدا، يعني تسيب الدنيا كلها الكافيهات والبيت بتاعك وما تجيش تطلع قصصك غير في المنطقه ديت. عايز اقول لكم ان الحياه جميله جدا الصراحه، وبتستحق ان الواحد يجتهد ويحارب ويتعب عشان يقدر يوصل لكل حاجه هو عايزها وبيحبها. الحلم بيجي بعد مشقه من الاخر، وهتستمتع بالنجاح بتاعك لما تتعب كتير. مش هتستمتع بالنجاح لو جالك من اول مره بدون ما تتعب. تتعب هتستمتع بالنجاح. استراحة محارب، خلاص استمتعت، وصلت لكل حاجة انت نفسك فيها. يبقى تقعد بقى كده مسترخي ومرتاح ومبسوط في نفس الوقت. فيا رب دايما نجاح علينا وعليكم. شوفوا هنا بيقول لك ما تحطش الشنط بتاعتك في العربية، الحاجات الغالية او كده، عشان خاطر ما حدش جاي كسر ازاز العربيه وياخد الفلوس. ده بيحذروهم لان المنطقه يعني هنا سكنيه في نفس الوقت، وبيخافوا الناس تستخبى هنا ويطلعوا يعملوا حاجه زي كده، فبدون مجرد تحذير. فالصراحه ديت حاجه جميله جدا عشان يوعوا الناس اكتر. لكن في امن وامان في المنطقه عايز اقول لكم، لكن ده مجرد تحذير بس. شوفوا ده الكونتينر اللي بيجمعوا فيه كل فتره المخلفات. وعايز اقول لكم برضو ان الميت هنا اهله بيدفعوا له ضريبه، بعتقد كل سنه مش عارف كام بالظبط، ولكن بيدفع له سنويا ضريبه الميت هنا. يعني ولا اللي عايش مرتاح ولا اللي حتى ميت مرتاح، هتدفع ضريبه يعني هتدفع. شباب كبار السن هنا بيهتموا جدا بصحتهم، اذا كان عن نظامهم الغذائي او النظام الرياضي. تصحى من النوم الصبح تلاقيهم بيجروا في الشارع كده ما شاء الله يعملوا رياضه. تلاقي حتى هنا بيقفلوا ال 100 سنه. طول ما المواطن متوفر له كل حاجه هنا هتلاقي ماشي في الطريق الصحيح. زي مثلا هتلاقي هنا العاطل عن العمل بيجي له راتب شهريا في حدود ال 500 يورو، وبيدفعوا له كمان ايجار السكن. وديت حاجه جميله جدا، وبيفضلوا يساعدوه لحد ما يلاقي شغل. لو ما لقاش شغل مثلا بيحاولوا معاه مره واثنين وثلاثه ان يروح عندهم ويشغلوه باي طريقه. هنا المانيا لو انت اشتغلت واجتهدت هتقدر تحقق احلامك، ما اشتغلتش وما اجتهدتش مش هتقدر تحقق اي حاجه من احلامك للاسف. وعايز اقول لكم كمان يا شاويز الصراحه ان المانيا بلد فيها فلوس. مجرد انك تشتغل بتقدر توفر شهريا نسبه بسيطه من الراتب بتاعك. والافضل كمان لو انت مخلص اوسبيلدونج او معاك شهاده دراسيه تقدر تشتغل في المجال بتاعك، لان راتبك بيكون عالي جدا، وده بيساعدك انك شهريا تقدر تحقق حاجه لمستقبلك. حرفيا المانيا فيها مستقبل حلو جدا، ولكن لو هتمشي فيها على الطريق الصحيح. اكيد انصحك انك تيجي تدرس هنا، تيجي تشتغل هنا، ولكن تخليك دايما انك تفكر في حلمك، تركز على مستقبلك وهتوصل لكل حاجه. المانيا تدعم المواطن هنا بكل حاجه، النواحي امن وامان موجود، عاطل العمل هيجي لك مساعدات من الدوله لحد ما تشتغل. طول ما انت ماشي سليم، طول ما يا معلم المانيا هتشيلك فوق راسها وتديك اللي انت عايزه. اول مره في حياتي من ساعه ما جيت المانيا اشوف مكواجي هنا، بس قافل عشان النهارده حد بيفتح من الساعه 8 الصبح لحد الساعه 6 المغرب. ده حلوه ديت، يبقى تفتح مكواجي هنا، انت تكسب دهب، تاخد على البنطلون 2 يورو لما تكويه. بس عايز اقول لكم ان الناس هنا الصراحه يعني نشيطه، ما حدش بيدفع فلوس عشان يكوي بنطلون او حاجه زي كده.
هم اللي بيعملوا كل حاجه لنفسهم. اي مشروع هنا في المانيا بيتفتح بيمشي حلو، اذا كان حلاق او مطعم، المهم هو ايه الكواليتي اللي انت هتقدمه، ايه المحتوى اللي انت هتقدمه للناس. لو الحاجه ديت مفيده فالناس هتيجي عندك، لو بتقدم اكل مثلا طعمه جميل هيعجب الناس، فهتلاقي عدد كبير جدا بيجي عندك عشان يشتري الاكل ده. لو بتحلق بشكل كويس هيجي لك برده ناس كتير عشان تحلق عندك. اي مشروع بيتفتح هنا في المانيا بينجح، بس لازم تكون راسم خطه كويسه وخطه صحيحه انك فعلا هتستمر في المحتوى اللي انت بتقدمه ده عشان خاطر تجذب الناس اكتر ليك، وفي نفس الوقت المشروع بتاعك ينجح. وبكده يا شباب يكون وصلنا نهايه الفيديو. حابين نتكلم شويه عن المانيا، والنهارده طبعا حد انتوا عارفين ان مفيش اي اكتيفيتيت بيكون في الدوله، كل حاجه بتكون قافله. خدتكم لفه شويه في المنطقه، اتكلمنا عن المانيا شويه. فاستنوا فيديوهات جديده، بس ما تنسوش بقى تدونا لايك عشان عايزين نوصل للمليون قريب ان شاء الله السنه دي. نشوفكم فيديوهات جديده. سلام يا شباب.